ده طبعًا تلميذ والدراع اليمين للشيخ ياسر برهامي عين أعيان الدعوة المنوية، قصدي الدعوة السلفية في الإسكندرية. أنا آسفة I'm so sorry. هو متصوّر مع مين يا ولاد؟ الكلام ده يا جماعة كان بعد ما خلاص خلّص مهمته اللي كانت موكلة إليه هو والشيخ ياسر برامي والشيخ مخيون وكل خابور في هذه الدعوة المنوية. طبعًا متصوّر مع تسيبي ليفني، أنتم عارفين طبعًا تسيبي ليفني لو عايزين تعرفوا قصّتها روحوا اسألوا محمود عباس. وكل أعضاء السلطة الفلسطينية ومعظم الرؤساء والقادة العرب. ما سابتش واحد فيهم الحقيقة إلّا أمّا إلّا أمّا روّشت عليه. فكل واحد يا جماعة بيقابل المُزّة دي بينزل في الblack hole. الblack hole دوّة هو ثقب أسود كده الشخص بيُقع فيه بعد ما بينزل من على السرير معاها، خلاص؟ لإنه طبعًا بيتسجّل له أفلام بقى أفلام، مجلدات. مُعلِّمة أجيال دي، فبتفخر إن هي كانت بتجاهد بالبتاع علشان دولة الكيان. فالأستاذ طبعًا نادر بكّار خَد لا مؤاخذة أنا آسفة. منحة قدرها 210,000 دولار أمريكي درس بها وأقام في جامعة هارفارد يا شيخ ياسر برهامي. وقابل هذه المُزّة وهو بيدرس الدكتوراه، لكن إحنا ما عرفناش الدكتوراه بتاعته كانت في إيه. هل هي كانت في علم الفروج والّا هل كانت في ضغط الشطافة والمرء صائم يا شيخ بكّار؟ طبعًا يا جماعة دول أوساخ الدعوة السلفية، والدعوة السلفية منّهم بريئة. دول طبعًا كلاب الأمن الوطني، دول طبعًا كانوا معول هدم، وكانوا أحد أركان الانقلاب العسكري الدموي على مصر. وبعد ما خلص طبعًا دور وائل بكّار والّا نادر بكّار دوّة، عملوا إيه، زي اللي بيستعمل منديل حمام كده مسح بيه طيزه ورماه في قاعدة الحمام وشَد عليه السيفون. لا مؤاخذة الندورة بكّورة. ابقوا اتطمنوا لنا عليه يا جماعة، أصل وحشني أوي الصراحة I miss him so much. 10 سنين دلوقتي اختفى خلاص، فص ملح وداب، الوطنية دابت.